لما بنسمع عن قرطاج أول صورة بتيجي في خيالنا إنها مستعمرة فينيقية، يعني جايين من الشام بقى، الجو بتاع الأميرة عليسة اللي هربت من سور وراحت وأنشأت مدينة قرطاج، وبرضه عشان الحق يتقال فلغتهم كانت فينيقية وكتابتهم كانت فينيقية وحتى جزء من الأسماء الدينية والسياسية ليهم. لكن المفاجأة اللي قلبت الدنيا في علم الجينات مؤخرا هي إن القرطاجيين مش شاميين جينيا لدرجة تقريبا انعدام الأصول الشامية فيهم. قرطاج هي مدينة تأسست في القرن التاسع قبل الميلاد على الساحل التونسي. المؤرخين اليونان والرومان اعتبروها مستعمرة فينيقية، وهم معهم حق بصراحة، زي ما قلنا الثقافة والشواهد واللغة بتقول كده. لكن السؤال، هل فعلا السكان نفسهم جايين من الشام؟ ولا دي مجرد ثقافة انتشرت من غير هجرات كبيرة؟ أكبر دراسة ظهرت السنة دي في 2025 بتجاوب على السؤال بعد فحص ما يصل ل 210 فرد من 14 موقع قرطاجي وبوني، ومنهم كركوان ومدينة قرطاج نفسها وصقلية وسردينيا وإيبيزيا وجنوب اسبانيا. المفاجأة كانت ان نتيجة التحليل لسكان قرطاج وكركوان وصقلية وسردينيا تقريبا ما فيش فيها اي اثر جيني من الشام، وكان البروفايل الجيني الاساسي بتاعهم هو شبيه جدا لسكان صقلية ومن جزر بحر ايجا ايجيان لايك، مع اختلاط شمال افريقيا طبعا، واللي بيزيد خصوصا بعد 400 قبل الميلاد. الاصول بقى اللي هي من بحر ايجا وصقلية وصلت احصائيا لاكثر من 80% عند القرطاجيين، وده بيفتح علامات استفهام، يا ترى الاصول دي وصلت ازاي هناك؟ الدراسه ما قدمتش تفسير واضح، لكن انا بشكل شخصي هقول لكم على حاجه. الحضاره المصريه ذكرت انه كان في ناس اسمهم شعوب البحر سنه 1100 قبل الميلاد تقريبا، وركز ان قرطاج ظهرت لاول مره حوالي 900 800 قبل الميلاد. المهم شعوب البحر دول كانوا بالقوة الكافية انهم يضربوا ويتحدوا الجيش المصري في 3 جبهات منفصلة، منها الشام، بعدين هجوم مباشر على الدلتا، واخيرا التحدث مع سكان شمال افريقيا، بحيث ان المصريين ذكروا استقرار شعوب البحر في ليبيا قبل هجومهم على مصر. وهنا السؤال بقى، هل يا ترى شعوب البحر وقتها استقروا كمان في تونس؟ بشكل شخصي برجح جدا النظرية دي، والايام بينا في المستقبل، لانها النظرية الوحيدة اللي بتفسر كثافة اصول القرطاجيين من المكون الجيني ده. فغالبا الناس دي كانت مستقرة في تونس إلى جانب الأصول الشمال أفريقية الأمازيغية، ولما حصل احتكاك مع التجار ورجال الدين الفينيقيين نشأت قرطاج زي ما نعرفها. حتى في السلالات الأبوية واللي بتتبع الأصول مباشرة، القرطاجيين كان فيهم سلالات مشابهة لشعوب البحر دول، زي فروع معينة من J2 B2 و R1B الفرع الأوروبي وجي، لكن كمان السلالة E. بس هنا خلينا نستنى شوية، لأنه في احتمال لوجود تأثير مصري ضمن جزء من فروع السلالة دي. ما تنساش ان المصريين كان عندهم السلالة اي كمان، وكان ليهم تأثير ثقافي وديني في قرطاج فنيا، وده معروف لكل دارسين الآثار. وهنروح بعيد ليه؟ حتى في أثر لكاهن وجنرال قرطاجي بيذكر النسب بالكامل لجده المصري، والمضحك ان من ضمن الأسماء هو عبد رع، يعني اسمه كان خليط من اللغات السامية والمصرية مع بعض. هنا نروح للتفسير الاجتماعي. ازاي ثقافتهم ولغتهم كانت فينيقية من غير الدم الشامي؟ ازاي الفينيقيين جابوا اللغة وأساليب التجارة والديانة والناس المحليين تبنوا ده، اللي هم كانوا زي ما قلنا غالبا خليط من شعوب بحر ايجا وصقلية وشمال افريقيا؟ الإجابة انه قرطاج كانت ذات نظام حكم اوليغاركي ديني بحسب المؤرخة والبروفيسورة جوزفين كوين، اللي كانت عاملة كتاب اسمه In Search of the Phoenicians. الفينيقيين كانوا يعتبروا نخبة دينية وتجارية، لكن بتحكم شعب من أصل مختلف. يعني ممكن تكون الهوية القرطاجية ما هي إلا انعكاس ديني وسياسي، مش عرقية. كتاب الدكتورة بالمناسبة بتذكر فيه دلائل كتيرة على عدم حصول هجرات أصلا من الشام، وده يحسب لها، بحيث إن كلامها تأكد من العلم الجيني لاحقا. الخلاصة من الكلام ده كله هو إنه ببساطة فكرة إن قرطاج امتداد للشام طلعت في جنك. الجينات بتقول إن القرطاجيين ما هم إلا سكان محليين شمال أفريقيا، زاد الثقليين وناس من بحر ايجا، وده بيغير مفهومنا عن تاريخ شمال افريقيا. وفي النهاية أصلا لو هنشوفها بشكل منطقي، فقرطاج ما كانتش نسخة تانية من صور أو صيدا ولا حاجة من الكلام ده. ويكفي أصلا إن قرطاج كانت إمبراطورية كبيرة بتنافس روما، في حين إن سكان الشام القديم ما قدروش حتى يؤسسوا دولة متحدة ذات كيان سياسي أو إمبراطورية قبل كده. قرطاج كانت حضارة أمازيغية متوسطية تبنت الثقافة الفينيقية، وتعتبر كمان ذات تأثير مصري، فيما يبدو إنه اختلاط جميل بين شعوب البحر المتوسط، والفضل يرجع للعلم الجيني هنا لاكتشاف الحكاية دي. وبالمناسبة دي وجهة نظري الشخصية أنا. يا ترى بقى أنت إيه رأيك عزيزي المشاهد؟ هل شايف إن قرطاج تظل حضارة فينيقية، ولا كانت حضارة أمازيغية أكتر من إنها تكون فينيقية، ولا حضارة من ضمن شعوب البحر بحيث إن هم كانوا الكتلة الأكبر من السكان؟ ولا شايف إن قرطاج حضارة تونسية فقط باعتبارها إن أساسها كان على أرض تونس الحالية رغم أصول التونسيين المختلفة دلوقتي؟ قرطاج تنسب لمين؟